ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. بقى باخد كده عشان اخش في الموضوع على طول. لو ما خدتش بالك فيعني كان في كام اعلان كده موجودين في رمضان شدوا انتباه الناس، منهم اعلان تامر حسني شركه شيبسي، فكره انه بيعمل اعلان لمنتج مقاطعه. برده غيره لو ما خدتش بالك يعني، فانا شفت برده الاعلان ده، الاعلان بتاع نور النبوي لشاي ليبتون. وكان في برده بيقولوا ان امينه خليل عامله اعلان لفيروز. فاللي هو يعني كذا فنان عمال يعمل اعلان كده لمنتجات مقاطعه. وهنا يجي في دماغي سؤال معين، ماشي يعني هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ يعني هل هم مش عارفين مثلا ان المنتجات دي مقاطعه؟ لا يعني اكيد عارفين ومتابعين الموضوع كويس. طيب هل هم لو ما عملوش الاعلانات دي هيبقوا فقراء؟ يعني لو تامر حسني ما عملش الاعلان ده تاني يوم هيصبح يعني مش هيلاقي ياكل يبقى فقير؟ لا طبعا. طيب امال الناس دي بتعمل الاعلانات دي ليه؟ يمكن مثلا عشان الفلوس؟ طبعا يا اسطى عشان الفلوس. يعني هو زي ما انا قلت لك هم مش هيبقوا فقراء، لكن انت تتكلم في ان الاعلانات دي توفر دخل كبير جدا للممثل او المغني خلاف الاعمال اللي بيعملها طول السنه. يعني مثلا الفنان ده لو متعاقد مع شركه شيبسي لمده 3 سنين، فانت عندك 3 سنين بتديله مبلغ معين، يكون مبلغ كبير طبعا، يكون ثابت معاه بقى طول ال3 سنين دول، غير الاغاني اللي هو بينزلها او الاعمال الفنيه اللي هو بيشارك فيها. بالتالي الاعلانات دي بتبقى مصدر مادي قوي جدا ليه. وطبعا اللي هتديله المبالغ القويه دي هي شركات اللي موجوده على القمه، بيبسي، كوكاكولا، شيبسي وغيرها. فلو بنتكلم مثلا لفنان منهم قرر ان هو ما يعملش اعلانات للمنتجات ديت، مش هياخد نفس البادجت اللي هو كان بياخدها قبل كده. مثلا عمل اعلان لتايجر او لسبيرو سباتس وشال العروسه، يعني برده من ضمن المنتجات اللي هي مش مقاطعه. فالشركات دي مش هتديله نفس الفلوس اللي كان بياخدها من ليبتون او شيبسي او بيبسي او غيره. الفلوس محرك اساسي في الموضوع ده. بس انا بالنسبه لي اجابه السؤال ده مش مهمه قوي، كلنا عارفينها وكلنا عارفين ان الفلوس هي اللي بتحرك كل حاجه دلوقتي. انما الاهم بالنسبه لي هو ليه حاجه زي دي مضره لينا احنا كمجتمع. يعني معلش يعني ما اللي يقاطع يقاطع واللي ما يقاطعش ما يقاطعش، مش فارقه. وانا هتحاسب على حد؟ هتحاسب على نفسي انا قاطعت او لا. فكره ببساطه يا قلب اخوك في الناس دول نفسهم. واحد زي تامر حسني او واحد زي اي ممثل او فنان كل ليه قاعده جماهيريه كبيره وليه تاثير كبير جدا، وده بالملايين طبعا. يعني ده بان جدا في ان تامر حسني خسر مليون من ال 25 مليون اللي كانوا عنده على الفيسبوك، لسه 24 مليون عنده بيتابعوه ومتاثرين بيه. فحاجه زي دي هتاثر ازاي بقى؟ هتاثر في وعي الناس بالموضوع. واقول لك انا ازاي. طول الفتره اللي فاتت دي كان في مجموعه من الناس بتجاهد نفسها عشان تقول للناس يا جماعه القضيه ما اتنستش، القضيه بتاعتنا ما كانتش مجرد ترند وراح كده وخلاص زي ما حصل في حاله حي الشيخ جراح، انتهى الموضوع واتنسى. لا لازم نكمل ولازم نوعي الناس ولازم نفضل نتكلم في الموضوع عشان الناس تفضل فاكره وما تنساش. لكن كون الممثلين او الفنانين بيعملوا الاعلانات ديت هو بس كده بيقول لك يعني خلاص بقى الموضوع عدى، حتى لو ما كانش قصده، بس هي بتتفهم كده، انت تفهمها كده على طول، اللي هو خلاص بقى مشي الدنيا نرجع لحياتنا العاديه وناكل ونشرب ويعني المنتجات دي زي عادي وخلاص. تقول معلش ثانيه واحده يا عم يوسف، ده مش الراجل معاك كان عامل دعم جمعيه الهلال الاحمر اهوت وبيتبرع وزي الفل، حلو ده كويس. لكن في نقطه ثانيه انت ممكن تكون غافل عنها، ممكن ما يكونش قصده عليها، ولكن اقول لك عليها برضه. هي فكره ان احنا يعني بشكل ما بنحاول نرضي ضميرنا كده وخلاص. يعني اللي دعم دعم، اللي قاطع شويه، اللي عمل فيديو على اليوتيوب وخلاص والموضوع انتهى، اللي اتبرع بفلوس خلاص، يعني ريحنا ضميرنا وارضنا نفسنا والموضوع انتهى، ونرجع بقى لحياتنا العاديه عادي مفيش اي مشكله ونشتري الحاجات دي وتمام زي الفل. ولو حد جه يكلمك يا عم اهو خلاص انا اتبرعت اهو يا عم وانا ساعدت اهوت وقطعت والدنيا زي الفل، لا ما هو الموضوع مش فتره وانتهت. فطول ما انت بتلاقي بقى الفنانين بتعمل اعلانات للمنتجات ديت في وعي الناس اللي بتتاثر بيهم ومعجبه بيهم، لك يا عم خلاص ما هو الراجل اهو عمل اعلان لشركه شيبسي والدنيا زي الفل فخلاص عادي ايه المشكله. ولو جه كلمته يقول لك ما هو الراجل دعم واتبرع بفلوس يعمل ايه تاني. فكل ده هيكون ليه تاثير ضار جدا علينا احنا. في ناس مننا موضوع القضيه بالنسبه لهم هيبدا يروح واحده واحده، يتنسي كده مع الايام ويتنسي وسط الاحداث اللي بتحصل كلها. طب يا عم يوسف ايه الحل دلوقتي؟ والله انا في رايي الحل موجود في 3 حاجات. اول حاجه واللي انا بكلمك عنها وهي الوعي بالنسبه للناس. يعني لازم توعي الناس وتفهمهم هو احنا ليه بنقاطع اصلا. وهي طبعا رساله يعني للاطفال الصغيرين او للشباب او انت يعني عارف حد ما قاطعش او كده، ان انت تكون موعيه تفهمه انت ليه بتقاطع. عشان مثلا شيبسي او بيبسي منتجاتهم بقت جودتها قليله او طعمهم بقى وحش، لا احنا بنقاطع لانك انت لما بتدفع فلوس في الحاجات ديت تخش بقى في عجله ان الفلوس دي بتقعد تتحول لحد ما توصل للمؤسس الرئيسي اللي بيدي فلوس للي ما يسموش اللي بيقتلوا في اخواتنا. فانت بقيت جزء من العجله دي، بقيت جزء من الدايره دي، وبالتالي انت مشارك فيها. وشايفك اللي بتقول جواك كده ان طب ايه ذنب الراجل ده صاحب الكشك اللي تحت ولا اللي شغال في المصنع، ما ده مصري زي ايه ذنبه يعني. بص يا صاحبي وانا اقول لك وجهه نظري في الموضوع ده، وجهه النظر اللي بتحتمل الخطا قبل تحتمل الصواب. عايز تسمع بيها تمام، مش عايز تسمع بيها خلاص يعني مش هتفرق كتير. والله رزق الناس دي ربنا هو اللي بيوزعه، مكتوب لهم وهيروح لهم غصب عنك غصب عن اي حد. انت غير مسؤول وغير مطالب ومالكش دعوه يعني بالقصه دي خالص. الرزق ده مش بتاعك، بره عنك انت، رزق ربنا هيوصله للناس دي. انما اللي انت هتسال عليه هو اللي عملته للامه. هل قطعت؟ هل استخدمت السوشيال ميديا بتاعتك وعرفت توعي الناس؟ هل دعمت بفلوس؟ ايه اللي عملته للناس دي؟ ايه اللي قدمت لهم؟ ده اللي انت هتسال عنه. انما رزق الناس ده انت مالكش دعوه بيه. شغال في المصنع ده يعني يوم ما يقول انا لا انا مش هشارك في الموضوع ده وهسيب المصنع وهمشي، ربنا هو اللي هيرزقه وهيجيب له رزقه لحد عنده. انا اعلم بالعباد وهو عارف ان هيبقى في
مقاطعه وعارف كل ده، هيرزق كل واحد على قد عمله، مالكش انت دعوه بقى. طيب تاني حاجه عندنا هي ان في الزمن اللي احنا فيه ده يا ابني مفيش حاجه اسمها المثل الاعلى او القدوه او الكلام ده كله. بص يا معلم، اي حد انت تتخذه مثل اعلى او قدوه ليك او كده، هيجي عليه وقت من الاوقات هيخطئ او هيعمل عمل مختلف عن مبادئك ومرجعيتك وثقافتك، ففي الحاله دي الراجل ده هينزل من نظرك، مش بقى انت شايفه زي ما كنت شايفه الاول. وممكن ان انت تلومه على ده وممكن لا، لان هو بيتعامل بالتربيه اللي اتربى بيها وبالثقافه اللي كان عايش فيها. ما ينفعش ان انت تاخد حد مثال او قدوه تتبعه في كل حاجه دي، ولكن الوحيد اللي تاخده مثل اعلى وقدوه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه معصوم من الخطا، بنتبعه في كل حاجه وبنقلده في كل حاجه. غير كده فما فيش بني ادم على الكوكب ده ينفع ان انت تاخده كمثل اعلى او كقدوه ليك. انما تعمل ايه؟ انت ممكن مثلا شايف في شخص صفات كويسه، تقول والله انا عايز اخد الصفات دي او اتعلم منه الدروس دي اللي هتفيدك في حياتك، انا باخد منه صفات معينه بس مش بقلده في كل حاجه. يعني مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو، راجل ملتزم بشغله، محافظ على صحته، عارف يخلي نفسه براند وعارف ان هو يطور من نفسه، عنده اصرار وعزيمه وشغف انه يحقق حاجات كتير في حياته. فدي صفات انا اقدر اخدها منه واقدر اتعلم منها، بس مش هقلده في كل حاجه. مش هروح البس حلقه او اعرف واحده اخلف منها 5 عيال ويعني ما اتجوزهاش. بالمناسبه والله مش عارف هي يعني جورجينا بعد ما نزلت ان هي هيعملوا فرح، مش عارف بقى عملوا فرح ولا ايه، يعني ايه القصه دي بصراحه، راحت فين يعني. المهم يعني يا صاحبي ان مفيش حاجه اسمها المثل الاعلى او القدوه في الحياه دي غير الرسول صلى الله عليه وسلم. تالت حاجه واهم حاجه وهي المبادئ. المبادئ هي اللي بتدي للانسان القيمه بتاعته وبتخلي الناس تحطه في مكانه معينه وتحترمه. انت من غير المبادئ دي هتبقى في القاع، محدش هيقدرك، محدش هيحترمك، محدش هيحط لك قيمه، يبقى ليك قيمه في وسط الناس. ولازم تبقى عارف ان انت طول ما انت عندك مبادئ في ناس هتبقى ضد المبادئ دي، كما قال الدكتور ياسر الحزيمي في البودكاست بتاع فنجان: انسان بلا اعداء هو انسان بلا مبادئ. يعني الشخص اللي بيقعد يراضي ده ويقول له انا معاك، والشخص التاني يقول له راي تاني عكسه تماما يقول له برضه انا معاك، ده شخص بيحاول يكسب اراء كل الناس وبالتالي هو ما عندوش مبدا معين. لما حد يقول له حاجه يقول له لا لان ده مخالف للمبدا بتاعي. هنا هو مش هيكسب كل الناس لان الناس كلها مش هتجمع عليه. الله سبحانه وتعالى نفسه الناس ما اجمعتش عليه، في ناس ملحده دلوقتي، فالناس كلها مش هتجمع عليك انت يعني. فحاول بقدر الامكان انت تحافظ على مبادئك، ترفض اي حاجه تحاول تكسرها، انك مع اول ما تكسر المبادئ بتاعتك هينكسر احترام الناس ليك ساعتها. بس يا معلم هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو جديد ومختلف وبنتكلم في اول مره عن ترندات وكده. بصراحه حابب اعمل الموضوع ده سلسله كل فتره، يعني لو ظهر ترند او حاجه واحد يقدر ان هو يدلي بداله فيه او نقول حاجه نقدر نفيد بيها الناس، يعني مفيش مشكله ونعمل فيديو زي ده. بس السلسله دي هسميها ايه؟ ممكن نسميها مثلا ده شمالة الترند مثلا او حاجه، عارف والله لسه مش مستقر على اسم، بس يعني ممكن تلاقيه في عنوان الفيديو ده. وبرده يعني عشان الفيديوهات بتاعت القصص بتاخد وقت على ما يعني اسلام يكتبها وبعد كده تتصور وتتمنتج، فيعني مش هقعد كل 3 اسابيع انزل فيديو في النص كده اروح مدلعين الموضوع بفيديو مثلا يتكلم عن ترند معين ان احنا قادرين نتكلم فيه، اي ترند والسلام كده نقوم متكلمين وخلاص. فيعني كل فتره هتلاقي في فيديو نازل كده بنتكلم عن ترند معين. مثلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.